كيف أعرف أن صلاتي خاشعة؟ إذا توجهت إلى القبلة وسكنت عن الحركة، إيدك كده اليمين على الشمال ومتوجه للقبلة وبتقرأ قرآنك وبتصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو مش مركز فأنت خاشع. لأن العلماء قالوا أن الخشوع يبدأ من سكون الجسد فقط، حتى ولو كان القلب غير مستحضر، ثم بعد ذلك يفكر الإنسان في أشياء ليست من الصلاة لكنها من واجباته، زي شغله وزي عياله وزي التربية وزي الانترفيو اللي عنده وزي المشكلة اللي لازم يحلها عشان رزقه أو صحته. وده يسمى أيضا خشوع في الصلاة، اللي بتفكر في أمر ربنا الحلال. وده ذكره الإمام البخاري، وذكر عنه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وموقف لسيدنا عمر. ثم بعد ذلك أعلى درجات الخشوع اللي بندور عليها وبنفتكر نفسنا مش خاشعين لو ما وصلناش لده، إني أفكر في الآيات وأفكر في الآخرة وأفكر في ربنا. طبعا ده أعلى مقام، يا ريت الواحد يوصل. بس أنا بنقعد نوصل له وننزل، نوصل له وننزل. لو أنت ساكن متجه للقبلة، بتصلي بتقرأ قرآنك ومش بتتحرك كتير، أنت خاشع. وده تفسير العلماء: لقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وربنا يتقبل إن شاء الله.